يا ترى هو لما قلبك بيتكسر بيرجع تاني زي الأول ولا بتعيش طول حياتك بنص قلب؟ والإجابة هنا أنت ودماغك. في كتاب إلى المنكسرة قلوبهم لأدهم الشرقاوي قالك بقى الحكاية. إحنا المجتمع اللي حوالينا علمنا إننا لما نكون متضايقين تقول له عامل إيه يقولك أنا كويس الحمد لله. يا ابني طب أنت شكلك متضايق فتقول كويس الحمد لله. لأنك لو حكيت في الناحية التانية الناس هتقول عليك حاجة من الاتنين، يا انت بتندب كتير يا اما انك مقفر الموضوع. وفي كل الحالات بتحس ان انت المفروض ان انت تقول ان انت تمام عشان الناس تتقبلك زي ما انت. اكتر حاجة بتخلينا نكتم جوانا هي عدم التقبل من الناس، ان احنا بنحس ان احنا لو حكينا هنتشاف بطريقة مختلفة، يا اما هنتشاف ان احنا ضعاف قوي يا اما هنتشاف ان احنا اوفر وان احنا ندبين زيادة عن اللزوم. في كل الحالات ده بيخلينا ما نعرفش نحكي ولا نقول ان احنا مش تمام. وهنا بقى الحل ايه؟ الحل هنا انك تقعد مع نفسك وتهدى كويس جدا وتدي نفسك مساحة للوجع. ومش لازم انك تتظاهر انك قوي وانك جامد وانك عمرك ما بتزعل ولا عمرك ما بتقع. لا، هو عادي انك تقع واقعد لوحدك واتكلم مع نفسك كتير واكتب ده بورقة وقلم، واكتب ان انت عمرك ما هتقع في الأزمة دي تاني. صدقني ده هيخليك تحس انك قوي بجد، مش بتمثل على الناس وتقول لهم انا تمام وبس. لا، ادي لنفسك فرصة تتوجع وتقعد مع نفسك وتهدى من الوجع ده وتخلي الجرح بتاعك كله يلتئم. انت لو دخلت عملية وفتحت جرح فلازم بياخد وقت عشان يقفل تاني زي ما كان، ولازم تاخد وقت تاني عقبال ما الجرح ده مكانه يختفي. لكن انت لو فضلت تقول انا كويس وتمام هيفضل الجرح ده موجوع وهيفضل مفتوح ومش هيلتئم، وهتخلي كل الحاجات السيئة حواليك تيجي للجرح ده وتخليه أعمق وتخليه ملوش علاج. فهمت قصدي؟ السؤال بقى اللي دايما بيدور في بالك هو الوجع ده هيخلص امتى؟ أنا عايزة أقولك إن أنت الموضوع بيخلص بالوقت. يعني زي ما أنت بتاخد وقت عقبال ما قلبك يتكسر وعقبال ما بتتوجع برضو بياخد وقت عقبال ما بتتعالج. أنت لازم تدي نفسك وقتك، في وقت بيقسي وفي وقت بينسي وفي وقت بيداوي. لازم تدي نفسك مساحة إنك تداوي نفسك وتقعد وتسمح لمشاعرك كلها إنها تطيب براحتها. ما تستعجلش نفسك في إنك تتشافى. إحساس إنك في سجن ومفيش أي نور وإنك مش هتتعافى ده مش هيطول معاك، ده هيفضل وقت صغير بس. هتفضل شايف الدنيا من حواليك ضلمة، لكن أول ما تبدأ تتشافى هتحس إن الدنيا كلها نورت وهتحس إنك أحسن، بس بعقلية أحسن. يعني هتبقى اتعلمت من الوجع اللي انت اتوجعته وهتبقى عارف انت لو اتوجعت تاني هتتشافى ازاي. فدي اكتر حاجة في التجربة لازم تخليك متحمس ان انا ده لو حصل لي تاني انا فاهم كويس انا مريت بايه. ما تبقاش دايما حاسس ان انا وقعت وفشلت فده معناه نهاية الكون. انت من اول ما بتبتدي تقع انت بتبدأ من جديد. بتبدأ من جديد ازاي؟ انك ما بتبدأش من نقطة الصفر، انت بتبدأ من نقطة ما انت وقعت، ودي ميزة كبيرة جدا وتحب عشانها الصدمات لانك بتتعلم. بس في ناس تقولك انا ما بحبش اشتكي، انا ما بحبش طول الوقت اقول انا متضايق انا تعبان. بص، هو الحقيقة هنا ان انت لازم تعيط وتصوت وتندب وتحكي كل اللي جواك ولازم تعبر عنه، سواء اذا كان مع نفسك او مع حد بتحبه او مع حد قريب منك. بس اوقات بنبقى خايفين انه الناس ما تتقبلش اننا واقعين. لو ده حصل فلازم تقعد مع نفسك بورقة وقلم وتكتب مع نفسك، لكن ما تكتمش مشاعرك لأنه كتم المشاعر بيخليك تتكسر من جوه، بيخليك حاسس إنك مش كويس مهما حاولت تبقى كويس، وده هيخلي علاجك أسوأ وهيخليه أطول وممكن كمان ما تتعالجش. أهم حاجة هنا إنك تعالج مشاعرك السلبية دي. ممكن يجي عليك فترة تحس إن أنت مش عارف أنت مين، لأن من كتر ما أنت وقعت في صدمات غيرت فيك واحدة واحدة، خليتك بني آدم مختلف. لما ده يحصل لازم تبدأ ترجع نفسك واحدة واحدة تاني. يعني مش خد بالصبح عايز تبقى زي ما كنت تاني، لا، خد خطوات بسيطة، امشي واحدة واحدة، حاول تغير في شكلك وفي جسمك وفي اللايف ستايل بتاعك وفي تفكيرك وفي نضجك، بس واحدة واحدة على نفسك. كل يوم غير حاجة لو بسيطة تاني واكتب انت كنت ازاي وبقيت ازاي وانت عايز تبقى ازاي، وكل يوم ابدأ اشتغل على نقطة فيهم.
مش لازم كل يوم بمعنى كل يوم، حتى لو كل فترة. كل ما خلصت من واحدة فيهم اعتبره إنجاز وخش على اللي بعده. ده هيخليك ترجع تاني زي ما كنت وأسرع. أكتر إحساس بنحسه وإحنا زعلانين إن أنا خسرت كتير وليه بيحصل معايا كده، وده سؤال بتقعد تسأله لنفسك كتير. لما تحس كده افتكر ان انت كسبت برضو كتير. انت كسبت وعي كامل، كسبت ان انت عرفت مين مكمل ومين مش مكمل، عرفت نفسك وعرفت ايه اللي انت مش عارف تتصرف فيه وايه اللي وقعك. انت كسبت كتير، ما خسرتش بس. انت خسرت جزء من الحكاية، بس انت تقدر تكمله تاني وبشكل احسن لان وعيك اختلف تماما. الاحساس برضو اللي بتحسه ان هو ربنا نسيني، هو انا ليه بيحصل معايا كده، واشمعنى انا، هو أنا ليه دايماً مظلوم في الدنيا؟ والإجابة هنا مش أنت ودماغك ولا حاجة. هي الدنيا مش ماشية بظهرها حطت عليك. أنت كويس جداً ومفيش حاجة بتحصل معاك، ولو مش شايف الحكمة دلوقتي هتشوفها بعدين. حسس نفسك دايماً إنه كل اللي بيحصل وراه خير، لأن هو ده الحقيقة. كل حاجة بتحصل معاك هي وراها خير، بس لازم تقتنع بده جوه عقلك، ما تقولوش بس وتردده. لازم تفهم إن كل حاجة بتحصل وراها خير، وممنوع ممنوع تشوفني وما تعملش اشتراك ولايك وشير وكتير. إن قلبك يتكسر دي مش نهاية العالم، وإنك تحس إنك مظلوم برضو مش نهاية العالم. وقعدنا دي أول حاجة لازم نمسك فيها، ونمسك في نفسنا ونعرف وقعنا ليه، ونعرف مين كمل معانا ونعرف مين ما كملش معانا. ولازم تقرر انت في الأزمة دي هتقع على وشك ولا هتقف على رجلك. ولو قررت لازم تعرف تشتغل على نفسك كويس جدا وتقوم بسرعة بسرعة، ونرفع من طموحاتنا وننزل بتوقعاتنا. وبس كده. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وشير وكتير. باي باي.